هو تأثير الزوج النرجسي في تأخير علاج التشنج المهبلي، وشنو هي الحلول مع هذا الشخص باش نوضعوا الامور في الاطار ديالها؟ شنو هو بعدا النرجس؟ النرجس هو واحد الورد اللي تيكون تيبان زوين، ولكن او ميم طون تيقتل الورد اللي داير به. هذا هو باختصار الشخص النرجسي. الشخص النرجسي كيقدر يبان للناس انسان مزيان، انسان في المجتمع طيب، ولكن هذيك الزوجه ديالو، هذوك الناس المحيطين به، تيقتلهم شويه بشويه بشويه. دازوا عندي للاسف في البرنامج عده ازواج نرجسيين، ما غاديش نقول بانهم الاغلبيه، وما غاديش نسبوا اي واحد كيأذي مرتو ولا كيوقع ليه مشاكل مع مرتو ديريكتومون تنقولوا نرجسي. نو، نرجسي واحد الانسان اللي دائما في مشاكل متجدده. اما راجل مع مرتو مثلا بسبب التشنج المهبلي غوت واحد المره وطلع له الدم واحد المره، راه سي نورمال طبيعي، لانه هو كيكون مزوج وعند راسو غادي يعيش الحياه الجنسيه بواحد الشكل اللي كانت في الخيالات ديالو، فاذا به كيتصدم بان مرتو يعني ما عندها هاد التشنج المهبلي وكيشكل عائق كبير في العلاقه الجنسيه. فطبيعي ان بعض الازواج كيغضبوا كيكعاو كيديروا ردود افعال. فهنا المراه خصها تكون حكيمه وزعما وتحاول انها تجيري هاد المشكل هذا مع الزوج. ولكن الازواج النرجسيين هذيك هي هضره اخرى وفيلم اخر. انا ما تنحكمش عليهم حتى كتكون مثلا المراه عندي دوزات واحد عده مشاكل متكرره، واحد النوع معين من التصرفات كيقوم بها داك الزوج، هذا كنعرف بانها مسكينه راه طاحت في زوج نرجسي. على سبيل المثال داز عندي مثلا واحد الزوج كنعقل عليه، يعني الزوجه ديالو انسانه من اطيب خلق الله، غيبدا يغوت وتيقدر يخرجها في الليل. يعني هذا ماشي زوج نورمال. سيري لداركم، جلسي في داركم، اش باش عندي ما ندير بيك انايا. بحال هاد التصرفات ماشي ديال زوج نورمال طبيعي. وكان تكلم معنا والطريقه ديالو ديال الكلام ما جيتش وقلت بان نرجسي، كنت عارفه بان العلاقه محكوم عليها بالفشل، لان ولو برات هاد السيد هذا غادي يقلب دائما على المشاكل وغيقلب دائما على الثغرات. وللاسف واحد الحاجه اللي مشتركه ما بين هاد الازواج اللي تيكونوا نرجسيين، تيكون هو او فون دو لوي، يعني في اعماقه بحال الا ما باغيهاش تبرى، لان تيبقى عنده واحد السبب قوي جدا باش يبدا يعايرها. والحاجه اللي زعما قاسم مشترك ما بين هاد الاشخاص، زعما انا ما جيتش وقلتها، تدرست بزاف ديال الحالات دازوا عندي، هو ان هذاك الزوج ما تيكونش كيف ما قلت لكم باغيها تبرى، لان عنده باش يعايرها، ولانه هو براسو تيكون عنده في الاخير مشكل جنسي، ضعف انتصاب او سرعه القذف. هادو دائما كانت كتكرر معايا، زعما اهل الاختصاص تا هما يقولوا لنا الراي ديالهم في هذه المساله. يعني ملي الزوج تيبدا يعاير ويسب ويضرب يعني كيوصلوا لواحد المصل ما نقدرش نصور لكم زعما جو فوز ايبارن لي ديتاي، ما بغيتش ندخلكم في لي ديتاي، ولكن يعني كيوصلوا لواحد المواصل خايبه بزاف كتبرهن على انهم ناس ماشي بشر. راه عباد الله، راه موده ورحمه، الزواج راه موده ورحمه. باش توصل نتايا تضرب وتعاير وتهين وكنعقل على واحد لوكا. كان عندي واحد السيده سبيسيالمون الزوج ديالها كان بيان سور خصو يخون، خصو يغدر، خصو كذا، وطبعا نرجسي. فهي السيده يعني كانوا اكثر من 5 سنوات زواج، فهو شنو تيدير؟ تيخليها زعما برات. هي السيده يعني دارت علاج وبرات، هو بغى يردها اللور. كيفاش غادي يردها اللور؟ شوفوا التقنيه الخطيره، التقنيه الشيطانيه. كيجي كيبدا يسب ويلعن يعاير حتى السيده كتحطم نفسيا، تيقول لها يلا دوزي للعلاقه الجنسيه. وانسانه نورمال عباد الله، شي انسانه طبيعي ما عندهاش تشنج مهبلي، راه ما يمكن لهاش تقوم بعلاقه جنسيه وسط مور هاد الشتا ديال المعيار. نورمال ما غاديش تقدر انها يكون عندها علاقه جنسيه معاه، لان السيد شبع فيها سبانه وخلى ليها غير اللينسه. سي نورمال ما غاديش تقدر، سي نورمال. فهاد السيد كان ايفيكتيفمون في الاخير اكتشفنا بانه كان كيغطي، لانه كان فايته في السن بزاف، كان كيغطي على مشكل جنسي كبير بزاف، الا وهو ضعف الانتصاب. فهنا تنقول بان على حسب التجربه المتواضعه ديالي وعلى حسب هاد الحالات كامله اللي دازت عندي، ان المراه خصها انها تحاول ملي تكتشف وتشوف لي كاركتيرستيك ديال هذاك الراجل، تحاول دير واحد لو بوكليي، واحد الحاجز نفسي بينها وبينه، وتعرف بان هذاك الانسان ضعيف وتيحاول انه يحطمها. اتونسيون، النرجسيين راه ما تيضحكوش، لانه دازوا عندنا حالات اللي ماتوا بسبب شخص نرجسي، لان الجسم ديالك والعقل ديالك ما كيستوعبش انك تعيشي في حزن دائم.
الحزن الدائم راه ماشي نورمال. ربي ما خلقكش باش تعيشي في حزن دائم. كي تقر عينها ولا تحزن، لا تحزن. القران كامل عامر بهذا الشيء. علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى عارف الطبيعه ديال المراه، وعارف انها الا حزنات بشكل مستمر لمده زمنيه طويله فهاد الشيء كيقدر يسبب حتى الوفاه ديالها. فاتونسيون، عندكم حياه وحده. الا شتي راسك مع راجل نرجسي، حمي راسك طبعا على حسب القدره ديالك، حمي راسك منه. وباش كتغلبي الشخص النرجسي دون مانيير زعما افيكاس، البرود حيت هو بداك لا بروفوكاسيون ديالو تيحاول يقلب على نقاط الضعف ديالك، اكثر حاجات اللي تتخليك انك تعصبي وتنرفزي وتحزني فكي انسيستي عليها. فهنا انت هي كونتر خطه، يعني خصك ديري ليه الضد ديالو. انت واخا الحاجه عصباتك بزاف كتحاولي انك تبيني بانك كالم وبان كذا وبان بالعكس عجباتك. كنقول لكم بان هذا الشيء، انا ماشي تنقول لكم هذا الشيء اللي تنقول لكم راه ساهل، راه صعيب، ولكن راه ان لنفسك عليك حق. فحاولوا انكم تقولوا مثلا الا سبك بزاف لوحي ليه شي نقيطه على القدرات الجنسيه ديالو عافاك. بالنسبه للقذف شحال نورمالمون خصو يبقى وسكتي. اجي واحد العلاج مطول نورمالمون شحال الراجل الواعر تيبقى وسكتي، ما تكثريش، فهمتي؟ خليها تغزل فيه كيف ما هو تيتجرأ وتيعايرك بواحد لا مالادي اللي انت مالكش يد فيها، تربيتي عليها المجتمع وداكشي. حاولي انك يبقى تلوحي ليه نويطه وتسكتي، ما تكثريش. فغيبدا يتكمش، غيبدا يهبط. وحاولي انك تبردي. كيف ما تنقول لكم انا، ماشي كاع الرجال اللي كيوقع يعني مشكل ما بين المراه والراجل صافي جا سي ان نارسيسيك، ماشي بالضروره، ولكن انا تنقولها لكم للامانه لان انا بغيت النساء يتحماو. حيت للاسف دازوا عندي حالات اللي مثلا امراه تسبب ليها في لالوي بي سي، تسببوا ليهم في دي مالادي بحال لو كونسير. كاينين دي فام اللي ماتوا كاريمون. واحد لوكا كانت عندها 32 يلا 32 عام وتزوجت بهذه الكارثه ديال هذا النرجسي، بقات واحد 6 شهور وماتت. يعني علاش؟ لانه المهم هذه قصه طويله، ولكن كانت عنده خطه. في صراحه للاسف ناس راه خاويين، هاد الناس النوع ديال البشر خاويين من الداخل وما تتبقيش فيه. بالعكس، فاش انت كتكوني كتبكي وتندبي وسميتو، هو كيتغدى من هذاك الحزن والالم ديالك، او كونترير كيتغدى منه. فهنا ملي كتفهمي راسي فهنا كتنوضي. انا باش نديروا لو باراليل دابا للاسف كيلكو كا كانوا عندي يعني ديال هاد النرجسيين في اطار علاج التشنج المبالي، فزدت تعرفت اكثر وكثر. خلاص انا كنت بيان سور عارفه كومون سا سباس مع لي نارسيسيك، ولكن في اطار التشنج المبالي بحال ما جيت وهضرت لكم على هذا لو سوجي حتى جمعت عده حالات اللي دازوا عندي الزوج ديالها نرجسي. فبدينا او ميم طون انا والمراه فاش كنحددوا انطلاقا من بعد المعطيات بان راه فوالا سي ان نارسيسيك، كنحاولوا اننا نديروا على حسب الشخصيه، كنحاولوا بحال نحطوا واحد الخطه كيفاش نقاوموا هذاك الشخص النرجسي. صراحه كاع النساء اللي دازوا عندي مع شخصيات نرجسيه اللي الحمد لله تعالجوا، ولكن كيبقى انا ما عمرني ما كنقترح عليها انها تاخذ قرار الطلاق حتى هي كتاخذه، ولكن صراحه كنخليها خصها تتعرف على الشخصيه، تعرف راسها معامن، تعلم داك الاستراتيجيات ديال كيفاش تقاوموا، كيفاش تهبط منه، كيفاش تروضوا. يعني خصها تروضوا على حسب كيف ما قلت لكم شمن نوع وشمن نوعيه ديال الشخصيات عندها. فهنا الله يخليكم الا عندك شخصيه نرجسيه وباغا تعالجي وريبيريتي بان راجلك شخص نرجسي، حاولي انك وماكسيموم تديري داك الفرق النفسي. تولي مثلا هو ملي تيهضر باش ما يامباكتيكش، حاولي انك ديري داك لا ديستانس ايموسيونيل. هو تيدوي خربقي له وجهه في دماغك، ديري له شعر زرق، ديري له نيف حمر، باش ما يبقاش هذاك الامباكت ديال حيت بعقلك آلة خطيره جدا. الا تعرفتي كيفاش تخدمي بها، ما تعطيش داك ما تحطيش راسك اوتوماتيكمون في السجن ديال الضحيه وهو الجبار القوي، صغريه في دماغك، بديتي تلعبي به هو داوي وانت كتشوفي فيه ورا انت كتصايبي تصاور في دماغك باش ما تعطيهش هذاك لو بوفوار عليك. فانا فريمون كنتمنى من قلبي خالصا سيدي ربي يصيفط لهم شي صاعقه لهاد النرجسيين كاملين يطيروا، ولكن اشخاص مؤذيين جدا جدا للاسف كيتسببوا في مشاكل، ولكن ما صراحه يعني ما تيجيوش في الحياه ديال شي مراه
ما تيدخل شي نرجسي الا وتيكون هي عندها حب الذات ناقص حتى الارض باش كتجيب لحياتها شي واحد بحال هكذا. وكاين منهم شخصيات كتروض الا كنتي لاله ومولاتي وتعرفتي وقريتي واستوعبتي وتفورميتي ودخلتي في حلول، يعني كيتروضوا. كاينين شي وحدين تيتروضوا، ولكن كاين الحالات الميؤوس منها. غير انا اللي تيهمني في هادشي كامل وعلاش بارطاجيت معكم هادشي كامل، بالنسبه لي يتعتقوا العيالات، يعني ما تموتش، ما تهزش شي مرض، هذا هو لو بلوز امبورطون. وتشوف شنو هو لو ميساج اللي بغا سيدي ربي يعطيه ليها انطلاقا من انها طلقات هذا الشخص هذا المؤذي في حياتها. علاش جاها هذا الشخص المؤذي؟ شنو هي الرساله؟ شنو هي الرساله اللي بغاها الله سبحانه وتعالى تشوفها؟ شنو هي الحاجه اللي خصها هي تخدمها في راسها باش تزيد للقدام؟ مؤخرا كنت لقيت مع واحد السيده قالت لي انا كنت مزوجه 6 سنين ونص بشخص نرجسي. قالت لي انا من عائله محافظه وجا خطبني ومتدين والناس كلها كتبغيه. قلت اذا جاءكم شخص ترضون دينه فزوجوه. فزوجني ليه با. قالت لك 6 سنين ونص من عليا حتى السطح نطلعوا الحانوت نتقدى. حبسها باسم الزواج، ولات محبوسه سيكستري. وقالت لك ولدت معاه وليد، ومع ذلك الصداع دائما. قالت لك غنطيب، غندير لي كاع داكشي اللي بغا، غادي يدار معايا على فرشيطه محطوطه هكا وماشي هكا، يعني صداع تما. قالت لك واخا قبلت انا بداك السجن في الزواج ديالي، وقبلت انني نولي انسانه مطيعه لديك الدرجه ونمحي شخصيتي حتى لديك الدرجه، ما كانش كافي. فعيط له، واشاك فوا كان كيستعمل ضدها واحد الارغيومون، تيقول لها راه باك عنده مريض بالقلب، وإلا طلقتي غيسكت له القلب وغتكوني انت اللي قتلتي بواك. شوفوا على متلاعب، شوفوا على خطير جدا، انسان خطير جدا. فهي مسكينه كانت كترضع وبقات صابره هكا 6 سنين ونص، حتى لواحد النهار عيط لباها، هما ما كانوش من نفس المدينه. عيط لباها وقال له بنتك ما مربياش. فجا الاب عندها قال لها بنيتي ما قدرتش تصبر، خوات داكشي اللي في الجعبه ديالها. قال لها واحد الجمله اللي خلاتها انها ترجع ثقتها في نفسها. قال لها شوفي بنيتي، انت بنتي وانا اللي ربيتك وكبرتك وكلتك، هذا كيبقى راجلك تزوج بيك ولكن ماشي هو اللي يكبرك. قال لها شوفي الا ما هزتك هذا الكتف تهزك هذا الكتف بنتي. قالت لي بحال حيد عليا واحد الجبل، قالت لك كان فوق دماغي وصافي. وبقات شويه وطلقت من هذاك الانسان المؤذي لانه كان غير صالح، يعني مضربه وداك الشيء غير صحي وغير. وبقات مسكينه واحد المده ديال، حيت تزوجات وهي صغيره، بقات واحد المده خدمات على راسها وعلى وليدها ويتو، والحمد لله سهل الله. بعد واحد السنوات تزوجت بانسان طبيعي. فالله يرضى عليكم، كفى من انكم تخليوا راسكم في ادوار الضحيه. وإلا كاع كنتي مضطره لعده اسباب انك مثلا تبقاي مع داك الشخص المؤذي، فخصك تقراي عليه، تعرفيه، تعلمي كيفاش تتعاملي معاه. والا كان كيأخر ليك علاج التشنج المهبلي، حاولي انك تدفعي اكومباني، تكون عندك مرافقه باش تقدري انك تعالجي رغم وجود هذا الشخص المؤذي.